ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحضور الكريم، ما زلنا في مذاكرة مقاصد التوحيد من خلال هذا الكتاب العظيم اللي هو معروف بكتاب التوحيد. وتكلمنا على الباب الأول اللي ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. كان هذاك بمثابة واحد المقدمة والتوطئة ديال الدخول في ثنايا هذا الكتاب. وكان من المناسب لما عرف التوحيد يبين الفضل ديالو، يعرفه يبين الفضل ديالو، باش إلا ظهر الفضل ديال التوحيد الناس غادي يحرصوا عليه. فقال في هذا الباب هذا رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، وما يكفر من الذنوب. هنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب غادي يذكر الفضائل ديال التوحيد، وكيفاش إلا كان هذا التوحيد وحقق العبد التوحيد شنو هي الذنوب التي يكفرها، وكيف علاقة التوحيد مع الذنوب، وأن التوحيد إذا تحقق التوحيد الكامل ما تبقى معه ذنب يقضي على الذنوب، ولكن فيه نقص في التوحيد، فبقدر ما كان عنده من النقص في ذاك التوحيد بقدر يكون قدر معرض لأن تتأثر بالآثار ديال الذنب. لكن إذا كمل التوحيد وحقق التوحيد الكامل فالله تبارك وتعالى يغفر له كل الذنوب بتحقيقه التوحيد الكامل. ومن حسنة ديال هذا التوحيد هذا على أن التوحيد ولا الموحد في أقل أحواله أنه ما تخلج في جهنم. الموحد ما تخلج في جهنم، وإذا كانت عنده معاصي وأصرف على نفسه في الآثام وإلى غير ذلك لكنه ما تخلج في النار، أنه يكون انتهاء يدخل الجنة. هذه من أعظم الحسنات التي يحصلها العبد، بخلاف المشرك. فالمشرك عياذا بالله ما كتنفع حتى شي حسنة، لأن الله تبارك وتعالى سيبطل كل أعمال مع الشرك. أنت يقول فضل التوحيد، شنو هي هذه الفضائل ديال التوحيد؟ ونعرفوا معاشر الأحبة الله يجزيكم بخير بأن هذا التوحيد اللي أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان هو دعوة جميع الأنبياء، كل الأنبياء دعوا للتوحيد، هو أول واجب. أول واجب عليك خصك تعرفه هو معرفة الله تبارك وتعالى وتصرف هذا الحق لله عز وجل. هذا هو أول واجب. وهذا التوحيد هذا هو الأصل التي يصحح الأعمال. كيفاش الأصل التي يصحح الأعمال؟ يعني لا صح هذا الأصل هذا عاد كنضرب في الأعمال الأخرى. يعني لما صحش هذا الأصل اللي هو التوحيد، الأعمال الأخرى ما كتنفعش صاحب ديالها، وإن كانت هذه الأعمال كثيرة، وإن كان عنده تنوع في العبادات وغير ذلك ما كتنفعوش. إذا ما كانش عنده هذا الأصل اللي هو التوحيد عاد كنشوفه في الأعمال الأخرى. وهو هذا التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى مر معنا بالحديث، حديث ديال معاذ رضي الله عنه، كان راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق دي الله تبارك وتعالى علينا، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وهو آكد الواجبات وأهم الواجبات وأول الواجبات هو التوحيد. هو يأتي في الدرجة العليا، هو أعلى شيء، وأفضل ما تتقرب به العبد لله تبارك وتعالى هو يكون على عقيدة سليمة، يكون على توحيد لله تبارك وتعالى. مر معنا أن جميع الأعمال راه متوقفة على صحة التوحيد. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قبل العمل الصالح لابد من شرط ديال الإيمان، يكون حقق الإيمان، يكون على عقيدة سليمة. وهنا العلماء الله يجزيكم بخير في هذا المقام هذا لما يتكلموا على تحقيق التوحيد كيتكلموا أولا على القدر المجزئ. شنو هو القدر المجزئ؟
اللي بعدا خصو أي مكلف يجيب هذا القدر هذا يكون حققه باش يكون حقق التوحيد. وتيرجع مثلا مرجع تحقيق التوحيد إلى مرجع تحقيق العقيدة إلى أصول الإيمان الست اللي هي أو أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهنا كل واحد أنها من أهل العلم تقول كل واحد خصو يجلس ولو مرة في عمره يجلس يتعلم هذه الأشياء هذه، ويتعلم القدر المجزئ في الإيمان بالله تبارك وتعالى، في الإيمان بالرسل، في الإيمان بالكتب، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالقدر خيره وشره. شنو هو اللي وجب عليه الله تبارك وتعالى وباش يكون حقق التوحيد يكون على عقيدة صحيحة من جهة الإيمان بالله. من جهة الإيمان بالله تبارك وتعالى أولا يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما سمى نفسه سبحانه وتعالى، وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف نفسه جل في علاه بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المستحق للعبادة. ما كاينش واحد كيستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. يكون عنده هذا القدر هذا. ثم بعد ذلك عاوتاني في الجانب العملي ما خصوش يصرف العبادة لغير الله، ما خصوش يشرك بالله تبارك وتعالى، فيصرف العبادة لله تبارك وتعالى وما خصوش يشرك بالله عز وجل. فهنا تكون أتى بالقدر المجزئ، هذا واحد القدر المجزئ في الإيمان بالله عز وجل. ثم يزداد مثلا العلم بالله تبارك وتعالى ويزيد مثلا في معرفة الأسماء والصفات وإلى غير ذلك، هذا تزداد به الإيمان دياله وتزداد مرتبة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. لكن اللي خصك تبين للناس أول الأمر تقول له بعد هذا القدر راه يكفيك ابتداء، قدر يكفيك ابتداء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته تبين الناس القدر اللي يكفيهم. ثم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قومنا أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية لا أن يوحدوا الله. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم شنو هو القدر الواجب على الناس اللي خصهم يأمنوا به. هذا من جهة الإيمان بالله. من جهة الإيمان بالملائكة شنو هو مثلا واحد القدر المجزئ اللي خصو يكون عليه العبد المسلم في الإيمان بالملائكة، أن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل، والله تبارك وتعالى خلقهم من نور، وأن هذا الخلق خلقهم الله تبارك وتعالى وجعل لهم أجنحة، ونؤمنوا باللي سماه الله تبارك وتعالى وسماه النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر بالاسم دياله، كجبريل هو أفضل الملائكة، وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغيرهم من الأسماء اللي تذكرت ديال الملائكة، فنأمنوا بذاك الملك وبالاسم دياله، ثم بالوظيفة اللي كلفوا الله تبارك وتعالى. فهذه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلها باش كلفوا الله تبارك وتعالى بوظائف، وذلك لحكمة بالغة. والله تبارك وتعالى غني عنهم وغني عن كل مخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإيمان هكذا يعني بالملائكة بالوظيفة بالاسم عموما وإجمالا بالملائكة. ثم إذا جاءت في تفصيل اللي تذكر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم يعتقد أنهم في عالم الغيب، ملائكة عالم غيبي عنا احنا ما تنشاهدوش، لكن نؤمن بالغيب الذي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله قبل ذلك، فنؤمن بذلك. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وأن الله تبارك وتعالى راه نزل واحد الكتب على الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بها، وأن الله تبارك وتعالى راه تكلم بها. والله تبارك وتعالى كان ولا يزال متصفا بصفة الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ومتى شاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الصفة صفة الكلام لله عز وجل، بسبب ديالها تسمى أهل الكلام بأهل الكلام اللي هم أهل البدع، لأنهم خاضوا في صفة الكلام لله عز وجل وتكلموا في هذه الصفة لله عز وجل بما خالف المعتقد ديال السلف اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم واللي كان عليه أئمة الهدى، فلذلك سموا بأهل الكلام. الله تبارك وتعالى كان ولا يزال متصفا بصفة الكلام، يتكلم بما شاء متى شاء وكيف يشاء. والله تبارك وتعالى أنزل على الرسل كتب، فنؤمن بها عموما للتذكر ولما تذكرش، واللي تذكر ذاك الكتاب نأمن به بالاسم دياله، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن العظيم الذي هو
أعظم هذه الكتب وهو آخر هذه الكتب وهو الناسخ لكل الكتب التي كانت قبله، ونصدق ما صح من أخبارها، صح من الأخبار ديال هذه الكتب. فمثلا الكتب ديال اللي عند بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذه الأمة في التحديث عنها، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن إذا جاونا بشي كلام فإما يكون مخالف اللي عندنا، وخصوصا في باب الاعتقاد فالأنبياء ما اختلفوا في الاعتقاد فنرده نعتقد أنه باطل. إذا كان من جهة الشرائع ممكن كل نبي يجعل الله تبارك وتعالى شرع خاص به، لكن احنا اللي واجب علينا هو اتباع الشرع المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللي واجب علينا نتبعه. فنؤمن بما صح من أخبارها. مثلا اللي صح من الأخبار ديالها أولا ما كان من جهتنا اللي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصص ديال الأنبياء، ذكر موسى وذكر إبراهيم وذكر عيسى وذكر غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل ما صح من أخبار اللي جاء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم يصدقه، الواجب على المسلم أن يصدقه والآن عملوه بشريعة من أرسل إلينا منهم. شكون اللي تصل لنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحف، قال ما هذا يا عمر؟ قال هذه صحف من صحف موسى. قال أمتهوكون أنتم يا عمر؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالشريعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه ناسخة لكل الشرائع اللي كانت قبل منه. فلما كنسمعوا الآن بعض المتحدلقين في هذه الأزمان تقول لك مثلا أهل الكتاب اليهود والنصارى، صحهم أهل الكتاب عندهم كتب وعندهم شرع ديالهم ويجوز لهم مثلا يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نعتقدوش أنهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل كلهم من عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو اللي أرسلهم. فالذي أمرنا بالإيمان بموسى وبعيسى وغيرهم من الرسل هو الذي أمرنا بالإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء، وهو الذي أمرنا وبين لنا بأن الشريعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه ناسخة لكل الشرائع اللي كانت قبل منه، ناسخة تلك الشرائع اللي كانت قبل منه. إذن هذا القدر المجزئ من جهة الإيمان بذكرنا الكتب وذكرنا الرسل، وأن الله تبارك وتعالى أرسل رسولا، وهذا الرسل رسل مبشرين ومنذرين، رسل مبشرين ومنذرين، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واختارهم الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختارهم الله تبارك وتعالى وبعثهم بالرسالة ديالهم. فمنهم اللي قصهم الله تبارك وتعالى علينا ومنهم اللي ما تذكرش الخبر ديالهم. فإذا الواجب علينا نؤمن بهم إجمالا عموما بكل الرسل الله تبارك وتعالى، سواء اللي تذكروا واللي ما تذكروش، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. شي واحد ذكر الله تبارك وتعالى وقص الخبر ديالهم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لم يذكره الله تبارك وتعالى، هذا عموما. ثم على التفصيل اللي تذكر منهم الرسول آمنوا به وبالاسم، حتى ذاك الاسم اللي تذكر له كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح وموسى وعيسى ولوط ويونس وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آمنوا بهم على هذا الترتيب أولا عموما، ثم إلى جعل التفصيل هذا رسول وهذا الاسم دياله، وتصديق ما صح من أخبارهم، صح من الأخبار ديالهم اللي جاء من جهتنا على التفصيل اللي مر. كذلك في الإيمان بالكتب والعمل بشريعة، العمل نعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. شكون اللي اتصلنا منهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو اللي واجب علينا نعمله بالشرع اللي ينزل عليه الله تبارك وتعالى، ينزل عليه الله عز وجل. ثم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو هذا اليوم الذي يجمع فيه الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، يجمعهم لميقات يوم معلوم يحشرهم الله تبارك وتعالى. وتدخل في الإيمان باليوم الآخر تدخل فيه الإيمان بالبرزخ، البرزخ هو مكان في القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، ما فيه من النعيم لأولياء الله المؤمنين وما فيه من العذاب والنكال اللي جاء في كتاب الله واللي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب علينا الإيمان به والتصديق بذلك، لأن شكون يخبر به؟ إما جاء في كتاب الله أو جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: وما نصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله تبارك وتعالى يقول: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فالله تبارك وتعالى أوحى إليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن حتى السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الله تبارك وتعالى طاه نزل عليه القرآن وكذلك نزل عليه السنة. فالسنة جبريل عليه الصلاة والسلام كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كذلك كانت ينزل عليه بالسنة، والسنة هي بيان للقرآن. فهذا من جهة الإيمان باليوم الآخر. إذن يدخل فيها أولا الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم وما فيه من العذاب، ثم بعد ذلك من أحداث يوم القيامة. ونعتقد المسلم أن الله تبارك وتعالى قد يجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وأن كل شيء قد يتحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن الله تبارك وتعالى يجمعهم باش يجازيهم بالأعمال ديالهم، وأن الله عز وجل يأتي يوم القيامة تيجي باش يفصل القضاء بين العباد سبحانه وتعالى. هو من يتولى فصل القضاء بين العباد، وما ذكر في ذاك اليوم الآخر عفوا ثم من التفصيل اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض والميزان، وذكر فيه الصراط، وذكر فيه غير ذلك من التفاصيل التي ذكرت. فالعبد من يتي يبحث مثلا على أحداث اليوم الآخر وما فيه من جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد الإيمان دياله وتزداد اليقين دياله. إذن ثم بعد ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر، والقدر المجزئ فيه أنه يعتقد المسلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا يكفيه. لكن إذا كان على التفصيل اللي وارد في معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر على مراتب ديالو الأربعة اللي ذكروها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا شيء كله مأخوذ من أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم. كيفاش العلم؟ علم الله تبارك وتعالى السابق. فالله تبارك وتعالى أعلم شنو غادي يديروا العباد من الأعمال وشنو غادي يصدر منهم، لأن الله تبارك وتعالى عالم سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء بدقائقه وبتفاصيله، وعلم ما سيفعله العباد قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فالإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، علم الله تبارك وتعالى السابق، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قل الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا اللوح المحفوظ لا يبدل منه شيء ولا يغير. الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم، لخلق القلم قال: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بمقادير الأمور، والناس سائلون إلى ما في اللوح المحفوظ، لكن كل واحد ميسر لما خلق له. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ايش قالوا الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: والله لما سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لازددت اجتهادا في العمل. زاد اجتهادا في العمل، وهذا من دقة الفهم ومن توفيق الله تبارك وتعالى لهم. لما يسمع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تزداد في العمل وتزداد في التقرب لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله تبارك وتعالى لما تشوف نفسك أنك تتطاوع على الطاعة وتحضر في مجالس الخير مجالس العلم وكذلك في الصلاة والغير ذلك، علم أن هذه علامة ديال إرادة الله تبارك وتعالى بك خير. فاحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وداوم عليها واحرص على المداومة على هذه النعمة. إذن هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. هي مرتبة المشيئة راه ما يكونش في هذا الكون شيء ما لا يشاءه الله تبارك وتعالى ولا يريده الله عز وجل. باش ترتاح
التقديرات الاقتصاديين وتقديرات أهل كذا وأهل كذا وأهل الحروب واللي يبثهم الرعب والخوف في الناس والقنابل وإلى غير ذلك ويفنى العالم وإلى غير ذلك، راه ما يوقع شيء حاجة في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا تتبع القرآن، ما ذكر أحد علمائنا إذا تتبع القرآن قالوا تتبعتها لقيتها في 400 موطن في كتاب الله عز وجل أن الناس ما يريد شيء حتى يشاءه الله تبارك وتعالى، باش الإنسان يكون مرتاح أن أزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المعطي المانع، وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون، ما يتصرف فيه لا فلان ولا علان ولا هيئة كذا ولا غير ذلك، وإنما الذي خلق هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي يرزق العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ويتنزل الأمر من السماء إلى الأرض بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. إذن هذه المرتبة مرتبة المشيئة. وهنا الله يجزيكم بخير لما كي يقرأ العبد وكي يوقف على مثل هذه الأشياء في المعتقد وبينه سبحان الله كي يطمئن وكي ينشرح الصدر دياله وكي يرتاح، كي عارف بأن الله تبارك وتعالى هو الحافظ سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون كله مسير بيد الله عز وجل، وكي يقول شنو هو الواجب علي في هذا الشيء، أنه الواجب علي في هذا الشيء أنني نكون الهم ديالي في هذا اليوم ولا الهم ديالي في هذه الحياة الدنيا نكون عند المواطن ديال مرضاة الله تبارك وتعالى. فين هي المواطن ديال مرضاة الله تبارك وتعالى نكون فيها أنا، ونكون من أهل الطاعة، ونكون من أهل الاستقامة، ونكون من أهل الخير، حتى إذا قدر الله تبارك وتعالى شيء علي فألقى الله عز وجل على عمل صالح، وأني على عمل صالح ويختم له بخاتمة حسنة، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. لكن للأسف الشديد لما تنشرتش ذاك المعتقد الصحيح سبحان الله العقائد الفاسدة والباطل فيها الرعب وفيه الخوف، والآن كثر الآن تخويف الناس من أشياء مستقبلية ولا غير ذلك، وإغراق الناس في هذا، غادي تنشف الأنهار السدود وإلى غير ذلك، أشياء تثبت الرعب والخوف في قلوب الناس. ولا شك أن هذا من كيد الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المؤمن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى. تيخاف العبد من يخاف أن يؤتى من جهة ذنبه، جهة المعصية ديالو لله تبارك وتعالى، فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإذا أصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى أصلح الله عز وجل أمور دينه وأمور دنياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج من بيته، شنو هو الهم دياله؟ وهمه الدنيا، صلى الله العافية، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن خرج من بيته وهمه الآخرة، هذا خرج من بيت شنو؟ اختلفت الإرادات، راهم خارج كل الناس يغدو، كل واحد غادي يخرج قضاء مصالحه، لكن اختلفوا، هذا نيته باش خرج وهذا نيته باش خرج، ولكن هذا خرج من بيته وهمه الآخرة. الهم دياله في ذلك اليوم أنني نختم ذاك اليوم وأنني نكون على من أهل الأعمال الصالحة. يعني عندي في برنامج اليوم ديال الأول، أول شيء صلاة الصبح ما أفرط فيها في جماعة. إذا كنت مثلا وفق الله تبارك وتعالى واستطعت وعمر ذاك الوقت إلى وقت الشروق بذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والتسبيح وغير ذلك، فهو فضل من الله تبارك وتعالى. صارت مثلا العملي ومشيت العمل نوي فيه نيات حسنة بذاك العمل، أن نعف نفسي باش ما نحتاجش للناس، نعف الأبناء ديالي، نعف الأهل ديالي، أنفق على والدي وعلى غير ذلك، تكسب أجور من ذلك العمل. وهنا حتى في ذلك العمل حاول تستمر وانت في العمل. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تبنيوا بيت الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل. حتى في العمل يكون في ذكر الله تبارك وتعالى، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت في عملك تكسب أجور. فخرج من بيته وهمه الآخرة، جمع الله شمله. سبحان الله، إذا جمع لك الله تبارك وتعالى الشمل ديالك أتاك الخير من حيث لا تحتسب. جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، تيجعل ذاك الغنى ديال القلب. وين
كان داكشي اللي أعطاه الله تبارك وتعالى ما قدره الله تبارك وتعالى من رزق، فسبحان الله راض بما قسمه الله عز وجل بأنه يبدل الأسباب. وقد يزرع الله تبارك وتعالى في ذاك الرزق بركة، فتجد من بعض الناس عندهم واحد المال قليل وكيدخلوا واحد الأجرة يسيرة جدا في اليوم وكيقضي بها من المصالح ما شاء الله أن يقضي. وبعضهم يعني عنده واحد المداخيل ربما قد لا تحصى، لكن منزوع البركة في ذاك الرزق. الغنى ماشي عن كثرة المال ولا كثرة ما عندك، الغنى أن يكون عندك بركة في رزقك. وهنا الرزق والسعو في باب الرزق. إذا سألت الله تبارك وتعالى الرزق، بعض الناس لما كيسأل الرزق كيمشي مثلا التفكير ديالو الأمر المادي المحدود، المال وإلى غير ذلك. وسع في باب الرزق. العلم رزق من الله تبارك وتعالى، حسن الخلق رزق من الله تبارك وتعالى، توفيق الحضور صلاة الخمس في المسجد والحرص عليها في الصف الأول رزق من الله تبارك وتعالى، رفقة صالحة تعينك تتعينك تتذكرك بالله تبارك وتعالى رزق من الله عز وجل، حضور مجلس علم تتوفق وتحضر المجلس علم تستفد رزق من الله تبارك وتعالى. وسع في باب الرزق أن الله تبارك وتعالى يرزقك الخير من حيث لم تحتسب ومن حيث لا تدري. إذا خرج من بيته وهمه الآخرة جعل الله تبارك وتعالى غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة، وإن رفضها ما بغاش لكن تأتيه، لأن أمر الدنيا عطاء من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى قسم ديك الأرزاق بين العباد غير طمأن. الرزق ديالك راه ما غاديش ياكلوا شي واحد غيرك. يقول لك يا أيها الناس أوحي إلي، هذا مما أوحى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفسا لن تموت، ما غادي تموت هذيك النفس حتى تستكمل الرزق والآجال، حتى تكمل داك الشيء اللي قسم لك الله تبارك وتعالى في الرزق وتكمل داك الشيء اللي عندك في الآجال. فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. هذاك الرزق اللي غادي يوصل لك راه هو اللي غادي يوصل لك، غير انت شوف الطريق باش بغيت تمشي له، واش بغيت تمشي له بالطريق المشروع ولا تمشي له بالطرق المحرمة. وما عند الله تبارك وتعالى باش توصل لك الرزق ماشي ضروري توصل له بالحرام. تقول لك بعض الناس هذا طرت ضيق زيارتني المرأة والأولاد ومشيت ذات الربا، أنت استعجلت رزقك، وإلا فالله تبارك وتعالى يسوق لك ذاك الرزق. لكن سبحان الله أحيانا الشيطان تلبس على الإنسان تنسيه مثل هذه الأشياء اللي هي في عقيدتنا. وهنا تنشوف والله يجزيكم بخير مثلا صلاح العقيدة كيف عندها واحد التأثير في حياة المسلم عموما. شوفوا من كتتفرع على هذه المسائل هذه في كل شؤون حياته كيلقى أنه عنده ارتباط بالعقيدة. يعني إذا كانت ذيك العقيدة صحيحة ونطالق في البحث عنها وفي تقريرها من واحد المنطلق صحيح تكون عام الصلاح في نفسه وفي جميع شؤونه. وإذا كانوا الناس على عقيدة صحيحة سبحان الله ارتبطوا بالله تبارك وتعالى، يرتبطوا بالله تبارك وتعالى خافوا من الله عز وجل. إذا خافوا من الله تبارك وتعالى ما غاديش واحد غادي يخاف أنه يتعدى على شي واحد ولا يدي الحقوق دياله، وكل واحد كيستحضر رقابة الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل مطلع عليه سبحانه وتعالى. إذا هذه المرتبة الثالثة في الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة خلق أفعال العباد. فالله تبارك وتعالى خلقنا وخلق الأفعال ديالنا، والله تبارك وتعالى ما جبرناش على المعصية بل بين لنا إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. بين لنا السبيلين، ها طريق الحق وها طريق الباطل. أنت لما كتكون مثلا غادي في الخدمة ولا في الطريق غيرك وتسمع الآذان الله أكبر يؤذن بالصلاة، كتحس بنفسك أنه مش واحد جارك مثلا يقول لك أجي يدخل المقهى تضيع الوقت فيما لا ينفعك، كتحسش بهذا، كتقول أنني مخير، واش نمشي للمسجد نأدي الصلاة ولا نمشي نضيع ذاك الوقت فيما لا ينفعني. فهي الإنسان لما سبحان الله تتكبر عليه الطاعة وما تتوفقش للطاعة تولي تحتج بهذه الأمور هذه. إذ لو وفق للطاعة يقول الحمد لله الذي وفقني الله تبارك وتعالى أنني كنت من أهل الطاعة. لكن لما تتخذل عياذا بالله تيبغي يبرر لنفس ديالو ديك الورطة اللي فيها وديك المهالك اللي هو وقع فيها، تيبغي يجلب هذه الأشياء وتيبقى يتكلم في أشياء أكبر منه وتيدخل عليه التخليط في باب المعتقد وهو لا يشعر، وهو اللي يفتح على نفسه هذه الأبواب ديال الشيطان. إذ لو استقام على شرع الله تبارك وتعالى وسلك الطريق الصحيح
لفتح الله تبارك وتعالى عليه حتى من أبواب العلم والأبواب المعرفة الشيء اللي ما تخطرش على بال. إذن هذه من جهات الاعتقاد. الله يجزيكم بخير، نأكدوا عليها، نحاولوا أن نبثها في الناس، نحاولوا نبثها في الناس ونشرها في الناس. الأزمة والمصيبة يعني في كثير من المجتمعات الإسلامية راه الأزمة ديال العقيدة، أن هذه العقيدة الصحيحة قليل من يعتني بها، وقليل من يتنبه عليها ويبين هذه المسائل هذه ويوضحها لعموم الناس باش يفهموا العقيدة ديالهم الصحيحة. إذا فهم العقيدة ديال الصحيحة الحمد لله سائر السلوكات دياله بإذن الله عز وجل تكون قويمة وتكون منضبطة. إذن هذا الشيء اللي ذكر هذا رحمه الله تعالى اللي جرنا على الكلام ديال هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن هذا التوحيد هذا راه أثقل شيء في ميزان العبد. أثقل حسنة كتكون عند العبد في الميزان يوم القيامة هو التوحيد. والأعمال تتوزن يوم القيامة في ميزان حقيقي، والميزان حقيقي له عنده جوج الكفات وعنده لسان، ولسان الميزان معروف وكتوزن الأعمال، وجاء فيها تتوزن الأعمال وتتوزن العمل وتتوزن العامل نفسه. هذه ثلاثة الأشياء تتوزنوا في ذاك الميزان، وتيحضر العبد الميزان دياله، يحضر الميزان دياله تتوزن الأعمال ديالك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي شيء عندك من الأعمال سواء كان من الأعمال الكبيرة أو الأعمال الدقيقة تحضر وتتوزن في ذاك الميزان. وهنا تحتاج العبد شي حسنات اللي يثقل بهم الميزان دياله، لأن لا رجحت وتقلات الكفة ديال الميزان ديال الحسنات تفرح. هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ذاك هو اللي يفلح وهذاك هو اللي يربح، اللي كان الميزان ديال الكفة ديال الحسنة دياله ثقيلة، ثقل الميزان ديال الحسنات دياله. وهنا هذه الأعمال اللي قلنا مثلا تتقل أثقل شيء فيها هو التوحيد. فيدل على ذلك جزء الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أنه يؤتى برجل، ويجي واحد الرجل يوم القيامة قد نشرت له سجلات من صحف السيئات سدت الأفق، سجلات من صحف السيئات كثيرة جدا سدت الأفق. فالله تبارك وتعالى يخاطبه أتنكر من ذلك؟ شوف تتذكر من هذه الأشياء؟ قل ما أنكر من هذه الأشياء أن هذه درتها، تعترف فعلا بأنه دار هذيك الأعمال. أظلمك الكتب الحافظ رجل الموك اللي كانوا يكتبوا عليه؟ لا، شيء كله يقر ويعترف بأنه دار وأنه هو اللي يعمله. فتقول له واش عندك شي حسنة؟ فإنه لا ظلم اليوم، إلا عندك شي حسنة حتى يخسر توزن، لأن هذا الكفة ديال السيئات راه باينة وشحال في هذه السجلات. فاش يقول هذا المسكين؟ تيقول لا، وانا شي يقولوا اهل ما عارفش راسو راه داير واحد الحسنه اللي هي اعظم الحسنات. وسبحان الله المؤمن ديما في باب الحسنه ديرها ونساها، دير الحسنه ونساها، لكن السيئه عندك تنساها، ديما خصها تكون على بالك. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يرى ذنوبه، اش كيشوف الذنوب ديالو؟ كرجل كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، راه تحت واحد الجبل، ذاك الجبل في أي لحظة غادي يسقط عليه. والمنافق كيفاش كيرى الذنب؟ يرى ذنوبه كذبابة جارت بأنفه ففعل هكذا، جات الدبان على أنفه ودار لها هكذا. والمؤمن من صرته حسنته وساءته سيئته. فدائما يكون العبد إذا دار شي حاجة ديال الحسنة انساها، شي حاجة ديال السيئات تذكرها، وفين ما تذكرتها توب لله تبارك وتعالى، أحدث لله توبة، توب لله عز وجل من سيئاتك، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على العبد إذا تاب. وأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه مرت معنا شحال مرة ولا بأس نعود نذكروا بها. هذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام
عصى أمر الله تبارك وتعالى بالأكل من الشجرة، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، ورغم ذلك حتى ليوم القيامة في حديث الشفاعة لما تيجوا الناس تيجتمعوا تيقولوا سيروا عند آدم عليه الصلاة والسلام، راه خلق الله تبارك وتعالى بيده وأسجد له ملائكة، فيأتون يقولوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وسجد لك الملائكة، فاشفع لنا عند الله. تقول أنا لست بصاحبها فإن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها. إلى يوم القيامة مازلت يتذكر ذاك الدم. فراه معاشر الأحبة في الصحائف ديالنا راه ربما عندنا سيئات اللي درناها احنا واحد غير يضحك، غير يتفكه، غير باش ينشط الأجواء كما يقال، نسأل الله العافية، ودارها ونساها، وهي راه أحصيت عليه في كتاب، ذاك الكتاب راه محصي عليه ومسجل عليه، ولا بغى الإنسان يتخلص من العاقبة ديال هذا الذنب هذا يجي شي وقيت في الليل لما يقاول الفراش ديالو كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يدير واحد اللحظة نحس بهذه النفس هذه من هذا النهار اش درت من أوله إلى آخره، وقصرت في هذه ودرت هذه وتكلمت في هذه وهذه وهذه، يحصي عليه تلك الأشياء. فلما كيحصي عليه ذيك الأشياء هذه المحاسبة، لما كيحاسب نفسه تبين له ما له وما عليه. حتى الإنسان لما كيكون عنده تجارة وغير ذلك وتحاسب نفسه تبان له الربح من الخسران، فكذلك حتى النفس حاسبها، اش درت أنا واستغفر الله وأتوب إليه، أخرت الصلاة عن وقتها قليلا، ما دركش الوقت الأول، ما حضرتش في المسجد، ما صليتش مع الجماعة، دائما شيء من الخير فاته يتأسف، وإذا كان من الواجبات اللي وجب عليه الله تبارك وتعالى يتوب لله عز وجل، فيحدث لله تبارك وتعالى توبة، ثم بعد ذلك يتوب لله عز وجل توبة عامة. فإذا كان توفاه الله تبارك وتعالى في تلك الليلة يلقى الله عز وجل على توبة عامة. إذا استأنف يوم جديد يكون من عليه الله تبارك وتعالى بزيادة في العمر، يستقبل عمل جديد وأنه كان تاب لله تبارك وتعالى من تلك الأعمال التي كانت عنده من قبل. إذا هذا الرجل هذا لما تيجي وتيحضر الميزان دياله واش عندك شي حسنات؟ يقول ما عنديش. قالوا له بلى إن لك عندنا حسنة. لا راه عندك واحد الحسنة. فيؤتى ببطاقة، فلما تشوف ديك البطاقة شنو دير هذه البطاقة قدام هذه السجلات الكتب، لكن ذاك الميزان اللي في الآخرة ماشي بحال الميزان ديال الدنيا. التوحيد عنده اعتبار وعنده مكانة عند الله تبارك وتعالى، هو أعظم حسنة اللي تيجي بها العبد يوم القيامة هي حسنة التوحيد. شنو هذه البطاقة هذه؟ فيها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله غادي يجينا إن شاء الله الدرس ديالها. هذا الإنسان كيفاش قالها هذه الكلمة هذه لما تكلم بها كيفاش قالها؟ واش مجرد يعني لفظ يكرر الإنسان على اللسان دياله، أم أنها عندها المعنى والشروط والأركان واجتناب ما يضادها؟ هذا شيء سيأتي. فيؤتى ببطاقة وكتوضع ذيك السيئات في الكفة ديال الميزان، وكتوضع البطاقة الأخرى في الكفة ديال الميزان، فتتطاير صحف السيئات. الصحف ديال السيئات كتطير ولا يثقل مع اسم الله شيء. الله يجزيكم بخير لما كيسمع الواحد مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واش ماشي خصو يكون دائم البحث على العقيدة دياله، ويكون أهم شيء عنده هو يسلم له الدين دياله، هو يسلم له توحيده لله تبارك وتعالى، وإن ما حصل كاع من الدنيا حتى شي حاجة يكون همه الأكبر هو يكون السلامة ديال العقيدة دياله والسلامة ديال الدين دياله، يحفظ ذاك الدين دياله ويحفظ العقيدة دياله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وعلى اعتقاد صحيح. شوفوا هنا شنو دارت هذه البطاقة هذه مع صحائف ديال السيئات، لكن هذا راه قال هذا لا إله إلا الله راه خالصا من قلبه وأتى بشروطها وأتى بأركانها فنفعته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لا إله إلا الله أهي من الحسنات؟ قال هي من أكبر الحسنات، والله من أكبر الحسنات. والحديث الآخر حديث ديال نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، جاء وقت الموت دياله عليه الصلاة والسلام، دعا ابنه فقال يا بني أوصيك بلا إله إلا الله. وهنا التنبيه الله يجزيكم بخير، ذاك الابن دياله اللي مات على الكفر ماشي كل الأبناء دياله كانوا على ذلك،
الابن ديالو تيوصيه بلا اله الا الله، عنده ابناء اخرين. شي واحد يقول لك حتى نوح ابتلي، لا شك نوح ابتلاه الله تبارك وتعالى، لكن شوف انت نفسك في تربيه الابناء واش داير داك الشيء اللي امرك الله تبارك وتعالى به. الهدايه من الله تبارك وتعالى، لكن اذا كنت مقصر وما بذلتش معهم الاسباب في التربيه تكون آثما. فانتبه لهذه المسألة، ما تحتاجش بالتالي ديالها وتغفل عن الاول. شوف انت عاوتاني نفسك واش راك قائم بداك الشيء اللي امرك الله تبارك وتعالى به ام انك مفرط مقصر. فلما حضرت الوفاة قال له يا بني اوصيك بلا اله الا الله، نوصيك بلا اله الا الله. قال أتدري ما لا إله إلا الله؟ وش عرفت شنو لا إله إلا الله؟ قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، السماوات بسبعة والأراضين بسبعة في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. تكون أثقل منهم لا إله إلا الله، أثقل من السماوات السبع والأراضين السبع. هذا حديث آخر في فضل التوحيد وفضل تكون على عقيدة صحيحة. ما يلبس عليك شي واحد يا إخوة الله يجزيكم بخير تسمع مقالات، تسمع وهابية ابن تيمية كذا كذا، نعطينا ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء العلماء من تكلم فيهم بباطل سيقف بينهم وبين يدي الله تبارك وتعالى. ويا ويل صلى الله العافية اللي كان يخصموا يوم القيامة علماء الإسلام، صلى الله العافية. فبعض الناس غرهم الغرور، بغيك يتكلم ليتكلم، ولبس عليه الشيطان في هذا الجانب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه راه من الفضائل ديال التوحيد، والتوحيد هو أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه تعلق بحق الله عز وجل، إنه عنده تعلق بحق الله عز وجل. قل الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا هو أشرف العلوم، هو العلم بالله تبارك وتعالى وبما يستحقه الله تبارك وتعالى وبحق الله عز وجل على العباد، وصرف الحق ديال الله تبارك وتعالى لله عز وجل، هذا أشرف العلوم. ولما كان التقصير معاشر الأحبة في معرفة حق الله تبارك وتعالى وفي معرفة هذا العلم، راه ورثنا هذه الآثار السلبية اللي كنشوفوها الآن من اختلال في السلوكات. لما كنشوفوا مثلا معاصي وكنشوفوا مخالفات لأمر الله تبارك وتعالى عفوا، كنشوفوا يعني أشياء راه نرجعوا لذاك الأصل. بعد الأصل ديال التوحيد راه فيه خلل، الأصل ديال العقيدة راه فيه خلل. بعض الناس كيبغي يقوم الظل، العود عوج، ذاك العود اللي ينتج منه الظل راه أعوج، خصو يتقوم الأصل. بعدها نرجعوا للأصل توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا أصلحوا الناس عقيدتهم واصلحوا أمور التوحيد بينهم وبين الله تبارك وتعالى، هذا إن شاء الله يكون صلاح لسائر الأعمال. وكانت صورة الإخلاص وهي من تسبيل فضائل التوحيد شحال كتعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها فيها التوحيد، سميت بصورة التوحيد أو صورة الإخلاص. وهذا قالوا تتعدل ثلث القرآن، لأن القرآن فيه ما خبر عن الله عز وجل أو من جهة الأمر ومن جهة النهي، فهذا خبر عن الله تبارك وتعالى وثلث القرآن، لأنها كتبين صفة الله تبارك وتعالى. واحد الصحابي رضي الله عنه كان تيصلي بالناس فما كيختم صورة حتى يقرأ بها، دائما يزيدها. فأصحابه قالوا له إنك تقرأ صورة وكتزيد صورة الإخلاص، علاش ما تكتفيش بديك الصورة؟ قال لهم لا بغيتوا نصلي بكم أنا غادي نبقى نقرأ صورة ونزيدها، إذا ما بغيتوش ما نصليش بكم. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم وحكاوا له تصلي بنا هذا الرجل واش كيدير. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سولوه علاش كيدير ذلك، سولوه علاش كيدير ذلك. مشاو عنده سولوه علاش كيدير، قال إن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. هذه الصورة قالوا فيها الصفة ديال الله تبارك وتعالى وأنا تنحب هذه الصورة. أرجعوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبه إياها أدخله الجنة. الصورة ديال القرآن 4 أو 5 آيات، سورة الإخلاص، حب ديالها هذه الصورة دي أدخله الجنة وأوجب له الجنة. وباش على ذلك فيها صفة الرحمن.
يعني تتكلم عن حق الله تبارك وتعالى. هذه من حسنات ديال التوحيد، وأن التوحيد مكفر للذنوب. التوحيد كيكفر الذنوب. مر معنا الأحاديث اللي جاء هذاك الفضل عنده التوحيد وعنده ذنوب، وكيف أن الله تبارك وتعالى تقبل منه ديك الحسنة ديال لا إله إلا الله ومحى عنه ديك السجلات ديال السيئات. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني قراب الأرض كلها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جايب السيئات ولا غير ذلك والأرض عامرة، لكن جاي عاود ديك الحسنة العظيمة ما تشركش بالله تبارك وتعالى، موحد لله عز وجل. الله تبارك وتعالى تقابل ديك السيئات بقرابها مغفرة، فيغفر له تلك السيئات وتتقبل من الله تبارك وتعالى تلك الحسنة، حسنة التوحيد اللي هي أعظم الحسنات، وتدخل بها الجنة. وأن أهل التوحيد هم أسعد الناس بالشفاعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال لا إله إلا الله عنده فيها إخلاص لله عز وجل. هذهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي أعطاه الله تبارك وتعالى واحد دعوة مستجابة استجابها الله عز وجل. قال: وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. النبي صلى الله عليه وسلم خلى ذيك الدعوة دياله شفاعة لأمته يوم القيامة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن هذا؟ قال: لمن مات لا يشرك بالله شيئا. اللي مات ما تشركش بالله تبارك وتعالى شيئا. لكن إذا مات عياذا بالله ويشرك بالله عز وجل، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفعهمش الشفاعة ديال الشافعين. إذن هناك يقول هذا المصنف رحمه الله تعالى رجع الكتاب، قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الآية هذه جاءت في سورة الأنعام، وجاءت في معرض محاجة المشركين. المشركين أهل الشرك دائما كيبغوا يشغبوا على أهل التوحيد، يسوون بالشبهات، فيهم الجدال وفيهم المحاجة والجدال بالباطل، يبغوا يجادلوا بالباطل. فأرادوا أن يجادلوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحاجه قوم قال: تحاجوني في الله وقد هدان. حاجوه، فأرد ذيك الشبهات كلهم اللي جاوا بها، وبين لهم بأن ما هم عليه راه باطل، وأنه شرك بالله عز وجل. حتى لما جاء من ذاك النمرود وادعى أنه إله من دون الله صلى الله عليه وسلم والعافية، قالوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبوهت الذي كفر، ما استطاع أن يجيب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الإمام، إمام الحنفاء، ينبغي معاشر الأحبة نرجع غير بعد الآيات اللي في كتاب الله عز وجل. جاءت صورة باسم صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كان أمة عليه الصلاة والسلام. هنا لما مشى عندنا ذوك المشركين وجاء في العيد ديالهم وقام عليهم الحجة وبطل ذاك التعلق ديالهم بغير الله عز وجل، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم وأنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فجاء هذه الأصنام وفتتها، هددها، إلا واحد وخلى ذاك الفأس وذاك المسحات معلقة عليه. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سبحان الله، يعني شبغاو هما بغاو يهونوا من الشأن ديالو. هذاك غير فتى واحد، كما يقول شي واحد كيبغي يستهزأ بشي واحد يقول هذاك شاب صغير. فتى يقال له إبراهيم، يقال له حتى من جهة المبني لما لم يسمى فاعله. لكن عند الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة. الشأن كل الشأن شو هي المنزلة والمكانة ديالك عند الله تبارك وتعالى. أما الناس
راه لا يغنون عنك من الله شيئا. شوف مكانتك ومنزلتك عند الله تبارك وتعالى، شوف واش انت على الأعمال اللي كتقربك من الله تبارك وتعالى، وخلي عليك الناس. وإن إرضاء الناس راه واحد الغاية لا تدرك، ما يمكنش ترضيهم، لكن إرضاء الله تبارك وتعالى غاية لا تترك، هذه ما خصكش تتركها. ودي ما قلب غير على موطن مرضاة الله عز وجل، لأن من أرضى الله تبارك وتعالى ولو بسخط الناس ولو ما يرضوش عليه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، قلوبهم كلهم بيد الله عز وجل. لكن إذا أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هنا إبراهيم لما حاجهم وقالوا ورد عليهم الكلام ديالهم، يقول هنا الإمام نجاري الطبري رحمه الله تعالى قال: جاء فصل الخطاب من الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء فصل الخطاب من الله عز وجل: الذين آمنوا، شكون آمنوا؟ وحدوا ولم يلبسوا، ما خلطوش الإيمان ديالهم توحيدهم بظلم ألا وهو الشرك، أولئك لهم الأمن التام وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحيح لما نزلت هذه الآية هذه جاءوا الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب، يعني وقعوا على ركبهم رضي الله عنهم، يعني قالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ شكون هذا اللي ما دارش الظلم، يعني كظلم العبد لنفسه أو ظلمه لغيره؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المراد الظلم، ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ماشي المراد هو ذاك ظلم العبد لنفسه من جهة المعاصي أو ظلمه لغيره من جهة الاعتداء في الحقوق أو غير ذلك. قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان رحمه الله تعالى ما نصح وعظ الابن دياله، وهنا الله يجزيكم بخير اللي أعطاه الله تبارك وتعالى أبناء يستعمل معهم هذا أسلوب الوعظ، أسلوب التذكير، خصوصا الانفراد به. كان بينه وبينه انفرد به، كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مع ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام لا أعلمك كلمات، أعلمك واحد الكلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعين بالله. شوف أصول ديال الاعتقاد، التوكل على الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، الاعتماد على الله عز وجل، ترك التعلق بالمخلوقين، سؤال كل حوائج لله تبارك وتعالى. مازال صغير وكيلقنوا هذه العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لقمان رحمة الله عليه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ويوعظه. احنا بعض الناس يقول له: أنا تنوصي ولادي ما تديوش ديال الناس، ما تدخلوش عليا الحرام. هذا أمر طيب، لكن زيد شوف الفوق شوية، يكون عندك الهمة في النصح وفي الوعظ وفي الإرشاد. ارتقي لهذه المقامات هذه ودلهم على الأمر بعد رجع. شاء ولدي الله يجزيك بخير، ولدي الله يرضى عليك، كما قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ما بغاش يطمئن على المستقبل ديالهم، شنو خليت لكم ديال الديور ولا شنو غادي يديروا من بعدي في الدنيا ولا غير ذلك. بغى يطمئن على العقيدة ديالهم، شنو هو الاعتقاد اللي غادي تكونوا عليه من بعدي، شنو هي العقيدة، واش تثبتوا على هذه العقيدة اللي كنت عليها. هذا هو. يقول: ولدي شوف تمسك بدينك، الدنيا واخا تفوتك راه تعوض عنها في الآخرة، لكن إلى فاتك الآخرة راه ما تعوض عنها. وهذه هي الشفقة في النصيحة، وهذا يدل على الحرص. لما كتدلوا على أعلى الأمر وكتبينوا له كتنصحوا وتذكروا به. وسبحان الله الأبناء لما يستعمل معهم هذا الأسلوب هذا كيفتح الأذن دياله، وقل أن ينسى هذا الكلام هذا. لذلك كنشوفوا مثلا كثير من الناس تيقول لك: أنا موصيني الأب ديالي واحد الوصية، شنو هي؟ تيقولها لك وما كيبغيش ينساها، ما كتنسالوش. علاش ما نوصيوش أبنائنا بهذا؟ أولدي عقيدتك، توحيدك لله تبارك وتعالى، دينك، سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، كن من أهل الطاعة، ابتعد عن المعصية. دائما كرر ووصي وذكر ما تفتر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح:
إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو أقبح الظلم. الشرك هو أقبح الظلم، وهو أظلم الظلم، هو الذنب اللي ما يغفرش الله تبارك وتعالى. سيأتي إن شاء الله كذلك في ثنايا هذا الكتاب الطيب المبارك بيان هذه الأشياء. وأعذرنا بارك الله فيكم، يعني أطلنا شيئا ما في هذه الحصة، فنكتفي بهذا القدر.